مين فينا ما سألش مامته او حماته او حتى جدته على سر الكيك اللي بيعملوه؟ حقيقي الكيكة اللي بيعملوها الناس الجميلة دي بتبقى من احسن واروع الكيكات اللي ممكن تدوقوها. بتبقى عالية كده وهشة وجميلة ولونها فاتح من جوه. انا زيكم كده بالظبط كنت بستغرب جدا، وكمان بقى اللي بيزيد استغرابي اكتر ان انا بعمل جميع انواع الحلويات وبتبقى صعبة جدا. يعني هي بتبقى صعبة جدا على ناس كتير ان هي مثلا تتعمل، وانا الحمد لله كنت بعرف اعملها. ايه الفكرة بقى ان انا دي بالذات مش بقدر ان انا اطلعها بالتمكن ده اللي هم بيطلعوه بيها. ما كنتش عارفة بصراحة السر في ايه. رحت لهم بقى وقلت لهم لازم تقولوا لي سركم، ومش همشي النهارده غير لما تقولوا لي الكيكه التحفه دي بتطلعوها ازاي. فتعالوا بقى اقول لكم سر الكيك التحفه اللي امهاتنا بيعملوه. بس قبل ما نبدا الفيديو تعالوا نسمي الله، واعملوا لايك على الفيديو واشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. اول حاجه بقى لازم نكون عارفينها ان المقادير كلها تكون دافيه، ما ينفعش ابدا تطلعي المقدار من التلاجة وتشتغلي بيه. واعتمدي النقطه دي سواء بتعملي حلويات شرقي او غربي او كمان معجنات. انا هنا جبت اللبانه بتاعتي وهحط فيها كوبايتين من اللبن، وعليهم كوباية ونص سمنة على زيت، او زيت على زبدة. المهم انك ما تحطيش الزيت لوحده، لان السمنة او الزبدة بيدوا الكيك تيست عالي جدا، بتبقى ناعمة كده وطرية. هاخد بقى المقادير دي وفي لبانة كده او في حلة كسرولة اي حاجة على النار، وهدفي بقى المقادير دي كويس. هوطي النار كده عليهم وهسيبهم يطفوا براحتهم لحد بقى ما انا اجهز بقية الخليط بتاع الكيك. المقادير اللي انا هقولها لكم دلوقتي دي تعمل صينية كبيرة، مقاس 20 في 40. الثلاث صواني اللي هما بيجوا مع بعض دي اكبر صينية فيهم. وطبعا هنا روزي لازم تساعدني. حطت معايا 6 بيضات، ممكن يبقوا 5 عادي، بس الستة بتدي فوليوم اعلى، بتدي قيمة غذائية اكتر. فاللي تفضليه اعمليه، هي مش هتفرق كتير. هنحط السكر على البيض مقدار 3 كوبايات من السكر، وزي ما انتوا شفتوا كده لازم السكر يكون فاتح جدا، لازم سكر حبيباته بيضة. كل ما السكر يكون غامق هيغمق معاكي الكيك. يبقى حطينا ال6 بيضات، عليهم 3 كوبايات من السكر الابيض، وعليهم الفانيليا، ومعلقة صغيرة جدا من الخل. الخل بيدي هشاشة حلوة جدا للكيك، وكمان بيمنع زفارة البيض. هتضربيهم بالمضرب، هتضربيهم في الخلاط المتوفر عندك، الاتنين نتيجة واحدة. هنضرب المكونات دي 3 أو 5 دقايق لحد كده ما القوام يبقى فاتح جدا معايا. هتحسوه كده بقى لونه ابيض والفوليوم كمان بتاعه عالي. هو كده بقى تمام قوي. هنحط بقى عليه الدقيق المنخول، 5 كوبايات من الدقيق المنخول. وكل ما بتكتري عدد نخل مرات الدقيق بيديكي نتيجة احلى في ارتفاع الكيك وفي هشاشة الكيك. ملحوظة مهمة جدا، مش هينفع ابدا تستخدمي اي نوع من انواع الدقيق بتاع المعجنات دي. المعجنات بيعمل عرق في الكيك، وطبعا ده مش بيبقى احسن حاجة للكيك. افضل حاجة للكيك دقيق فاخر. بتروحي السوبر ماركت بتقولي له عايزة دقيق فاخر، بيبقى مكتوب كده على الدقيق من بره ان هو فاخر. ده دقيق ال5 نجوم اللي بيدينا نتيجة حلوة جدا في عمايل الكيك. يبقى المقادير تاني كده سريعا: كوبايتين من اللبن، عليهم كوباية ونص سمنة على زيت، نحطهم يسخنوا على النار. في الخلاط حطينا 6 بيضات، عليهم 3 كوبايات من السكر الأبيض الناعم، وعليهم فانيليا ومعلقة صغيرة خالص من الخل، ده محسن طبيعي للكيك. هنضربهم مع بعض لمدة 3 دقايق لحد ما القوام يفتح معايا وقوامه يعلى. في بولة كبيرة هنحط 5 كوبايات من الدقيق الأبيض الفاخر يكونوا منخولين، وهنحط عليهم 2 باكت بيكنج باودر. أنا بفضل كيك شيف، بيدي نتيجة حلوة جدا للكيك، بيبقى فيه محسنات للكيك جميلة جدا بصراحة. بفضله عن أنواع كتيرة جدا طالعة من بدري، بس ده أثبت وجوده.
هنحط بقى خليط البيض والسكر اللي ضربناهم في الخلاط، هنحطهم كده على الدقيق شوية بشوية. ممكن في الخطوة دي تنخلي الدقيق تاني، زي ما قلتلكوا كتر نخل الدقيق بيديكي نتيجة افضل وافضل. هنحط الدقيق كده واحدة واحدة. المقدار ده يا جماعة زي ما قلتلكوا مقدار الصينية الكبيرة، تقدري تعملي صينية صغيرة بس هتبقى نص المقادير دي. يعني هنا انا مضاعفة المقدار عشان يديني نتيجة كويسة في الصينية الكبيرة. بس لو عاوزة تعملي مقدار اقل من ده تعملي في الصينية الصغيرة، اصغر صينية خالص في التلاتة اللي هم فوق بعض، بيبقى نص المقدار اللي احنا عاملينه ده. يعني تنصصي كده كل حاجة من المقادير كلها اللي احنا عملناها. بصوا هنا انا بقلب ازاي، بقلب من تحت لفوق وبالراحة جدا علشان الهواء اللي دخل ما يخرجش تاني. سبب من اسباب هبوط الكيك ان احنا بنقلب عكس الاتجاه، فالهواء اللي في الكيك بيخرج، فده طبعا بيؤدي لهبوط الكيك. هجيب بقى اللبن والمادة الدهنية اللي كانوا محطوطين على النار يسخنوا شوية، وهحطهم على الخليط ده. هتلاقوا بقى ان الخليط بعد ما كان سميك جدا بقى سايل. زي ما قلت لكم، لو حطينا السوائل تكون دافية على المعجنات او على الحلويات هتدينا نتيجة حلوة جدا. انا بعتمد الخطوة الاساسية دي في كل حاجة انا بعملها. في فيديو ليا للبسبوسة كنت عاملاه اول ما فتحت القناة، الكلام ده كان من 3 سنين تقريبا. كنت عاملة برضو كده اللبن مدفياه والسمنة مدفياها، ادتني نتيجة كويسة جدا جدا للبسبوسة. ودلوقتي بقى هنشغل الفرن على درجة حرارة 180، الفرن يكون على درجة حرارة واحدة طول فترة السوى. ما ينفعش ابدا تكوني عاملاه على حرارة عالية وبعد كده توطي النار، او حرارة واطية وبعد كده تعلي النار، ما ينفعش. ده برضو سبب من اسباب هبوط الكيك، او ان الكيك تتشقق منك، او تبقى معجنة من النص، او تبقى جزء مرتفع وجزء هابط. فناخد بس بالاسباب دي وان شاء الله الكيك هيطلع معانا تحفة جدا، وهتدعولي بجد على الوصفة دي. جبت صينية ألمونيوم ودهنتها بالسمنة. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب اسوي الحلويات عموما في ألمونيا، لان الألمونيا بتعمل توزيع الحرارة كويس، عكس التيفال ممكن تحرق الكيك من تحت وتحمره قوي من فوق ويبقى من جوه الكيك مش مستوي كويس، هتبقى نية. فالألمونيوم بصراحة بحبها جدا في توزيع الحرارة، بتظبط لي سوى الكيك جدا. فضيت الكيك في الصينية. زي ما قلت لكم الصينية دي اكبر مقاس في الثلاث صواني اللي بيبقوا مع بعض. هعمل بقى الخطوة اللي انتوا شايفينها دي، ان انا ابتدي كده ان انا اخبط الصينية على الرخامة شوية، بحيث لو دخلها مثلا اي فقاعات هوا ما تعملش معايا فراغات جوه الكيك من جوه. نيجي مثلا نقطع الكيك نلاقي جواها فراغات، ده بيبقى سبب ان احنا مخرجناش الهواء الزيادة اللي دخل. هنا بقى الكيك بعد ما اخدت 45 دقيقة في الفرن، اول نص ساعة ما نفتحش الكيك لأي سبب من الاسباب، هي اصلا مش هتكون استوت قبل النص ساعة. زي ما قلت لكم درجة حرارة 180، ما نلعبش في درجة الحرارة خالص، تدخل على فرن سخن جدا. تقعد 45 دقيقة. لو حابة ان انتي تفتحي عليها قبل ال 45 دقيقة تبقى برضو بعد النص ساعة، ما يبقاش قبل كده. نختبرها بالستيك بتاع الشيش طاووق، نشوف كده قلبها، لو لقيناه استوى يبقى تمام نطفي عليها. نسيب باب الفرن مقفول عليها 5 دقايق، وبعد كده نفتح باب الفرن نوربه كده لحد ما الكيك يهدى خالص. ولما تبرد نقطعها. طبعا هما ما صبروش لحد ما الكيك تبرد، فانا قطعتها وهي سخنة، برضو كانت جميلة جدا. واخيرا بقى توصلت لطريقة الكيك اللي ماما بتعملها، وبجد بعد ما خلصتها عجبتني جدا. حسيت كده ان هي نفسها فيها، ان هي فعلا اللي عاملاها. جربت طرق كتير جدا ومقادير كتير جدا، ودي اكتر طريقة ظبطت معايا بالظبط، طلعت معايا الكيكة حرفيا تحفة. شايفين جمالها فاتحة ازاي؟ فاتحة وهشة وما فيهاش فراغات وعالية، وكل حاجة في نجاح الكيك ظبطت معايا في الطريقة دي.
يا رب تكون عجبتكم انتوا كمان. ما تنسوش بقى لو ليكوا اي سؤال سيبوهولي تحت في الكومنتات، ان شاء الله هرد عليكم. تنسوش اهم حاجة تعملوا لايك على الفيديو واشتراك للقناة، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعارات بكل فيديو جديد هنزله.